السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسان حال الناس اللي معاها سيولة دلوقتي مش عارفة تعمل ايه. عمالة بتسمع ان في انخفاضات فايدة في البنوك الفترة اللي جاية، وان في سيولة دولارية داخلة البنوك الفترة اللي جاية، وان الاسعار هتستقر. ودلوقتي لو انا اشتريت واستثمرت في الذهب، طب ما الاسعار هتنخفض لو سعر الدولار ريح شوية. طب انا كده هبقى اتحبست. وعمال بيسمع ان الاموال الساخنة الفترة اللي جاية هتزداد جوه البنك، وان اموال المغتربين من فتره لفتره عماله بتعلى. طب اعمل بالسيوله اللي معايا دلوقتي ايه؟ ولسان حال الناس اللي معاها ذهب دلوقتي قاعده مستنيه قفزات سريعه في اسعار الذهب، لا وكمان سامعه عن الاوضاع المحليه هتكون اكثر استقرارا الفتره اللي جايه. وقيس كمان على كده ان الشاشه العالميه وكلام ترامب اللي حصل الفتره اللي فاتت ان هو هيهدي الاوضاع الفتره اللي جايه، وبالتالي طبعا الشاشه العالميه هتكمل نزول. وطبعا في ناس قعدت تقول يا ريتنا ما اشترينا ذهب، وبدأ عامل اليأس والملل يأثر في الناس. ولكن خد بالك من نقطة مهمة جدا، ان الذهب قبل يوم 7 يناير 2025 وضع، وبعد 7 يناير 2025 وضع تاني خالص. هتقول لي ليه بتقول كده؟ هقول لحضرتك، بس قبل كمان ما اقول لك خد بالك من نقطة مهمة جدا، ان كل 3 شهور بتسمع ان في تحريك في سعر الصرف وارتفاع في سعر الدولار جوه البنك، بداية من شهر سبتمبر 2024 اللي فات، وشهر ديسمبر اللي احنا فيه دلوقتي شفنا الدولار ارتفع في اول 15 يوم جنيه كامل. وطبعا الفترة اللي جاية عد 3 شهور يبقى في 2025، وبالتحديد في شهر مارس 2025 هتسمع ان في تحريك في سعر الدولار. ليه وبنقيس بناء على ايه؟ وبنقول لك الكلام ده بناء على ايه؟ ده اللي هشرحه لك الفترة دي. خلي بالك ان دلوقتي بتسمع الكلام وعكسه، علشان كده ركز معايا عشان هكلمك في نقطتين مهمين جدا. وما تنساش تعمل لايك، ويلا بينا. السلام عليكم. طبعا اي حد من حضراتكم حابب ان هو يتواصل معايا بشكل شخصي ممكن يتواصل معايا عن طريق جروب الواتساب او التليجرام، ده بيبقى اسرع من اليوتيوب، وهسيبه لحضرتك تحت في اول كومنت. في يناير 2024 وبالتحديد يوم الخميس 4 يناير 2024 قام البنك الأهلي وبنك مصر بإصدار شهادات ادخار قيمتها 23.5% بيصرف العائد شهري، و27% بيصرف العائد بعد نهاية السنة أو نهاية المدة. وطبعا الشهادات دي إجماليها كان 565 مليار جنيه، لأنها خلصت في التحديد يوم 31 يناير 2024. بس خد بالك بقى ليه يوم 7 مهم مع ان تم اصدار الشهادات دي يوم 4؟ لان يوم الخميس اليوم اللي اصدرت فيه الشهادة دي كان يوم خميس جمعة وسبت صباح اجازة، فطبعا الخميس كان يوم جمعة والسبت كان يوم اجازة. يوم الحد 7 يناير كان هو ده اول يوم في اصدار الشهادات. خد بالك بقى من النقطة المهمة دي عشان تبقى متابع معايا. لو جيت قلت لحضرتك ان الشهادة دي خرج ربعها، مش هقول لك نصها ولا كلها، لا هقول لحضرتك خرج ربعها. ما بالك بقى السوق هيحصل فيه اوضاع عامله ازاي وارتفاعات في كل حاجه، مش هقول لك ذهب بس، ده ذهب وعقارات و وسلع كتير، لان هيتم المضاربه وكله هيجري يشتري. وطبعا خد بالك في مثل بيقول لك حسن السوق ولا حسن البضاعه، يعني طالما في فلوس ونزلت السوق هتبدا تشوف تحركات في السوق. وطبعا تجار الذهب ما بتصدق ان السعر حتى بس يبدا ان هو يتحرك وبياخدوه ويسافروا بيه. علشان كده بقول لحضرتك الفترة اللي جاية في ارتفاعات في أسعار الذهب، حتى ولو كان للبنوك رأي آخر وشفنا شهادات جديدة بتبدأ من 29% أو 30% لمدة سنة واحدة بس. أنا معاك إن هي هتلم جزء كبير، ولكن في جزء كبير برضو أو ربع الفلوس دي ممكن يخرج ولو 20% بس، هيخرج من إجمالي الفلوس دي للسوق، هيبدأ يعمل تضخم عالي جدا. وممكن نشوف الفترة اللي جاية الوضع بالمعكوس، بمعنى ان احنا بدل ما شايفين الوضع عمال بينخفض وتضخم بينزل، ممكن تشوف ياخد كيرف انه يرفع مرة تانية. نيجي بقى للنقطة التانية والمهمة، ان ليه كل 3 شهور بتسمع عن ان في تحريك في سعر الصرف وان الدولار بيرفع قروش كده؟ ممكن تنام تصحى كل 3 شهور تلاقي الدولار حصل فيه اختلاف. ايه السبب؟ وليه الناس دايما بتتوقع ده بيكون بناء على ايه؟ خليني اقول لحضرتك ان كل 3 شهور احنا شفنا في شهر سبتمبر اللي فات وارتفاعات في سعر الدولار، وشهر ديسمبر اللي احنا فيه ده شفنا الدولار رفع جوه البنك جنيه كامل. طب ليه كل 3 شهور ومش شهر؟ حضرتك بتسمع دايما عن الاموال الساخنه. الاموال الساخنه دي اللي ما يعرفهاش سريعا كده، ان المستثمر اللي جاي من بره بيدي لحضرتك الدولار جوه البنك وياخد قصاده جنيه،
خد بالك بقى من النقطة دي، ان هو بيحول الجنيه ده لأذون خزانة، اسمها أذون خزانة قصيرة، بتبقى كل 3 شهور من حقه يفك الجنيه ويحوله لدولار وياخده ويخلع على بره. عشان كده بتسمع كل 3 شهور بيبقى فيه اموال ساخنة ممكن تدخل جديدة، وممكن اموال ساخنة قصادها ممكن تخرج. عشان كده كل مستثمر بيجي، لك ان تتخيل ان في نص السنة اللي فات او بالتحديد في شهر يونيو كنا بنتكلم عن 25% على اذون خزانة كل 3 شهور. دلوقتي حضرتك بنهاية عام 2024 بتتكلم في 31.5%، بإجمالي 6% زيادة في 6 شهور في الفايدة. كل ده عشان حضرتك تحافظ على الأموال الساخنة جوه البلد. ما بالك بقى لو انت النهاردة بقى عندك استقرار وبدأت النسب دي تبدأ تنزل تنزل تنزل، هتلاقي ان الأموال الساخنة بدأت ان هي تخرج. عشان كده كل الاموال الساخنه اللي دخلت دلوقتي في شهر 12 واللي خرجت من شهر 12 ميعادنا انا وانت في شهر مارس اللي جاي 2025. علشان كده بتبقى محسوبه بالطريقه. طيب السؤال المهم دلوقتي، لو انا معايا فلوس اعمل ايه؟ ولو انا معايا ذهب اعمل ايه؟ لو حضرتك معاك فلوس وعايز تشتري ذهب بس بغرض الادخار، سؤالي لحضرتك، عمرك سمعت عن اي حاجه غليت ورجعت رخصت تاني؟ انت اللي تجاوب على السؤال ده. والناس اللي معاها ذهب اوعى تقلق من ذهبك، الذهب مال الله في الارض. عشان كده بقول لحضرتك الفترة اللي جاية كده كده هتشوف ارتفاعات في سعر الذهب، لان هيبقى في سيولة في السوق. وطبعا اجباري اول ما السعر الذهب بيتحرك جنيهات وبتبدأ تشوف 5 و10 و15 و20، بتبدأ تشوف العرض والطلب على الذهب، الطلب بيبقى كتير، وعشان كده هتشوف ارتفاعات الفترة القادمة. اوعى تقلق. في الاول وفي الاخر دي وجهة نظري ومش بلزم اي حد من حضراتكم بيها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. واي حد من حضراتكم عنده اي استفسار سيبولي في الكومنتات وهرد عليه. سلام.